السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا وشفيعنا محمد. مرحبا بكم في قناة مزاكي، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. جيت نطلع عليكم وسمحوا لي على الغياب، والله حقيقة كانت عندي دورة في التغذية الصحية ورحت حضرتها. على بالكم الإنسان دائما وأبدا يكمل يتثقف ويتعلم حاجة جديدة باش يفيد نفسه أولا ثم يفيد غيره، ولهذا كانت دورة شوية طويلة، ولهذا تغيبت عليكم الأيام هذو. كنت نجي عيانة ما كنتش نقدر نحط لي فيديو، لكن معليش ان شاء الله تكونوا استفدتوا شويه من لي فيديو اللي قبل، بديتوا التغيير تاعكم الايجابي، وشاركوني في التعليقات في الفيديو هذا وتقولوا لي واش راكم، واش غيرتوا، واش بديتوا، واش ما بديتوش، كيفاش راهي النفسيه تاعكم اليوم. بسم الله على بركه الله راح نبداو. دائما تبعثوا لي تقولوا لي ام زاكي كيفاش نقدروا نطيبوا لينا اكل لينا ولعائلتنا وفي نفس الوقت نقصوا في الوزن. واش هي؟ يعطينا بعض الخطوات اللي تبعتيها انتيا ولا اللي درتيها ولا اللي انتي نقدروا نمشوا بها. نقول لكم انايا حاجات بسيطه اللي اعتمدتهم في حياتي واللي دائما ننصح بهم راح نحطهم لكم اليوم في هذا الفيديو. اولا ماشي لازم طيبي ليك اكل وحدك على عائلتك. لماذا؟ اولا الميزانيه تاعك باش تكفيك لازم طيبي اكل ليك ولكل العائله، وباش الوقت ثاني باش يكفيك طيبي نفس الاكل وتاكلي معاهم وتشاركيهم في نفس الطاوله وما تحسي. وهذا اهم نجاح النظام تاعك الصحي، انك تكوني ما تحسيش روحك انك مختلفه عن الجميع، تحسي روحك بلي راكي كيما هما وتاكلي كيفهم وعائلتك. حاجه واحده اخرى مهمه جدا، يقول لك المثل من شب على شيء شاب عليه. هيا بنا نديروا عائله نوعا ما نغيروا لاولادنا. ولادك تاني يستحقون منك باش تكون عندهم يتعلموا شويه ثقافه الاكل الصحي، ويعلموا يدخلوا اكل مفيد للاجسام تاعهم وتفيديهم وتطلعي لهم اجسام قويه خاليه من الامراض. احنا بكري لو كان كنا تعلمنا حوايج بزاف ما كناش نديروهم، وكانوا تغيرت بزاف حياتنا، وكنا اذا اولادنا لازم. وعلاش ماشي كل دار ولا كل فئه كل واحد يبدا بنفسه، يبدا يغير، يبدا تولفي ولادك تكون عندهم لازم تحطي صحن كبير تاع سلطه فوق الطاوله، ولازم تحطي صحن كبير تاع خضار فوق الطاوله، وتقولي لهم كيما تاكلوا هذه لازم تاكلوا هذه، وتحكي لهم على فوائد الخضار، وتحكي لهم على علاش لازم ناكلوا السلطه كاول وجبه، ولا علاش لازم نقصوا السكر، علاش لازم نقصوا الملح، علاش لازم باش توعيهم وتخليهم مام غدوه كيكونوا وحدهم في الشارع، كيكونوا رايحين للمحل تجاري ويكون عندهم دراهم يعرفوا يختاروا الاختيار الصحيح، او على الاقل بين قوسين يختاروا اقل الاضرار. يختاروا حاجه في عود يروحوا يخيروا حلوى، يروحوا يختاروا شيكولا تكون شويه سوداء، في عود يروحوا يشروا غاطو، يروحوا يشروا شويه مكسرات. هكذا شوف فاكهه تعلميهم كيفاش يختاروا الاختيار الصحيح كي يكونوا متمكنين وعندهم الدراهم والى غير ذلك. وهذا يبدا منك انتيا، من جهه انك تفرحي نفسك وتغيري عاداتك، ومن جهه تفرحي عائلتك وتبدلي لهم الحياه نتاعهم. بالنسبه لطريقه الطبخ عادي كما راكم تشوفوا، انا رافقت الفيديو تاعي ببعض الاطباق تاعي انا شخصيا وتاع بعض العضوات اللي راهم معانا في المجموعه. حقيقه ما راحش تشوفوا اكل مختلف، ما راحش ناكلوا نفس الاكل، ولكن الكميه والنوع، واكيد الاختيارات الصحيحه هي اللي تفيدك. اول حاجه نبدا باش كي طيبي الطنجره تاعك، واهم موضوع نتكلموا فيه هو الدهون. الطنجره تاعك ما لازمش تعمريها زيت وتعمريها باش تجيب لينا، ليس الزيت والدهون الغير صحيه اللي تبن المرقه تاعك ولا تبن الجواز تاعك، بل انك طيبيه تقليه بالعقل، تحطي له غير شويه، يا اما تختاري ديري شويه زيت زيتون او زيت او زبده حيوانيه او تخلي، اما الا ما كاش كامل عندك الاختيار، او شويه دهن حيواني، حتى شويه شحمه تاع غنمي. بزاف ناس يضحكوني حقيقه، يروحوا يرموا الشحمه ويقول لك الشحمه تسمن والشحمه مضره. ربي عمره ما يخلق حاجه مضره، المهم الكميه اللي ناكلوها شحال. ويروحوا يقليوا البرمه تاعهم بالمارغرين والزيت المائده كما نقولوا حنا، وهو هذاك هو اللي مضر وهذاك هو اللي مش مفيد. نرموا الحاجه المفيده ونخلوا الحاجه المفيده اعتقادا منا باللي هذيك هي المليحه، وهي العكس. بل بالعكس الدهون الحيوانيه، مثال كي تلقاي انت عندك اللحم ولا عندك دجاج، باش طيبي المرق تاعك ديري في بالك باللي انت هنا راح تضيفي دهون للاكل تاعك، راهي موجوده في اللحم، راهي موجوده في الدجاج. اذا استعملي الدهون اللي حتستعمليه، استعملي ملعقه صغيره فقط لكل العائله. عندنا سمن حيواني، عندنا زبده حيوانيه، عندنا زيت الزيتون. واذا ما كانش متوفر عندك كيما هذا، عندنا كيما قلت لكم شحم الحيوان مش متوفر عندكم كامل هذا، تقدروا تستعملوا اي زيت عندك بصح تقلي. هنا يرجع فائده التقليل، تقلي الكميه، لانه هذاك واش راه كما يقولوا متوفر عندك، راح تجيك طياب بنين وراح يجيك لاباس عليه، ماشي يجي غارق زيت. وما تتصوريش كميه السعرات وكميه الثقل تخلي الاكل تاعك تخليه
خفيف ليك ولعائلتك باش كي تتناولوه ما تاكلوش اكل دسم، والدسمه هذيك تاع الحاجه اللي ماهيش صحيه وتقلي سعرات في الاكل تاعك. هذا بالنسبه للدهون. نروحوا لحاجه واحده اخرى تخفي بزاف سعرات بلا ما نفيقوا، وهي الطماطم المعلبه. الطماطم المعلبه كي نحطوا في 2 مغارف ولا 3 نرموهم في الطنجره تاعنا بلا ما نفيقوا، راك يا سيداتي ضفتي كميه كبيره من السكر في الاكل تاعك، لان على بالنا الطماطم المعلبه تحتوي على كميه من السكر. والادهى انه كاين ناس يزيدوا يحطوا مغرف سكر في الاكل تاعهم، يقول لك باش ما تجيش حامضه، يعني سكر مع سكر، وهكا راكي ضفتي سعرات كبيره. اولا كاين معظم الاطباق تاعنا الجزائريه اللي فيها الاكل الجواز يكون ابيض بالمعدنوس، الله عليه، يعني حاولوا تكثروا من هذه الاطباق، خاصه دوكا في فصل الصيف تكون خفيفه ومليحه. ثاني حاجه عندنا كي نستعملوا الطماطم المعلبه، الا كنتي تستعملي ملعقه كبيره عودي استعملي نصف الى ربع، الا كنتي تستعملي 2 استعملي ملعقه. ولوني الاكل تاعك بالفلفل العكري، بالكركم، بالطماطم تاع الحب، يعني ما في قناتي موجوده طريقه كيفاش ديري طماطم تخرج لك كيما الطماطم معلبه وتعطيك اللون الجميل هذاك الاحمر اللي حنا موافينه. المهم الاعتدال، وتبداي تنقصي في اللون هذاك درجه درجه. كي تنقصي من الطماطم المعلبه راح تلاحظي باللي الاكل يبقى بنين ولاباس عليه، لكنك نقصتي كميه سعرات وكميه سكر، ويرجع الاكل ما يوليش يحرقك في المعده، وما يوليش عندك هذاك الارتجاع المعدي هذاك اللي يجي اكثريته من المعلبات. حاجه اخرى الكارثه الكبرى هي القلي سيداتي، حاولي تقليه او تحذفيه، او على الاقل ترجعيه مره فقط في الاسبوع، وفي بلاصتو ما تقليش. عندنا الفرن على الكهرباء، عندنا الفرن الغاز، عندنا المقلاة الهوائيه، عندك انك تشوي الخضر تاعك، دير البطاطا تاعك بيوري ديريها في الفرن. الفلفل اللي كنتي تغرقيه في الزيت عودي اشويه في الفرن. حاولي تقلي تنحي تنسي تبتعدي هذا الكارثه تاع القلي، لانها سعرات. في عود ديري تشكشوكه ولا ديري خضار مقليه ديريها مفوره، ديريها تشكشوكه ومن بعد فوتيها غير شويه زيت زيتون، تجيك بنينه وتجيك ما شاء الله عليها ليك ولعائلتك. كاين عده طرق وعده اسباب كيفاش، او على الاقل كما قلت لكم التقليل. الا كنتي ديري 5 مرات تقلي في السمانه عودي قلي مره 2 هكذا حتى تنقصي وتولفي ولادك ياكلوا اكل مختلف. ايضا بالنسبه لطبخ المعجنات وكل انواع المقارون اللي احنا دائما نطيبوها بطريقه خاطئه اللي تخليها تزيد في سعراتها وتطلعي لها نسبه السكر، هي انك تطيبي المقارون ولا حتى يولي عجين دايب كما نقولوا. كل الانواع، اولا اذا كنتي قادره انك توفري ولا تشري المعجنات تاع القمح الكامل في مليح، ما كنتيش قادره على الاقل اخف الضررين طيبي لي باط نتاعك ولا المعجنات تاعك نص طياب، يعني تخليهم ادانتي، يعني تخليهم على الطريقه الايطاليه. معروف انهم ياكلوا بزاف المعجنات ويعتبروا كامل ما عندهمش السمنه الكبيره هذيك، وهما عايشين غير بالمعجنات لانهم يطيبوهم بالطريقه الصحيحه، انهم دائما يطيبوهم ويخليهم يتمضغوا. هذيك الطريقه تخلي السكر ما يعلاش فيهم وتخليهم ما يسمنوش، وتاكلوا معجنات بكميه صغيره بلا ما تحرموا روحكم ليكم ولعائلتكم وتولفوا اولادكم بالطريقه هذيك. صدقوني يوليو ما يحبوش المعجنات كي تكون طريه. ايضا الارز يدخل في النظام واكله مفيد ومليح وخفيف وليجي، لكن الطريقه الصحيحه تاعو انك تغسليه 3 مرات الى 4 بالماء البارد، تغسليه وترمي هذاك الماء، تغسليه وترمي، ومن بعد تزيدي ترنخيه في هذاك الماء يفقد كميه كبيره من النشويات والمواد المضره اللي موجوده فيه. ومن بعد كي ترنخيه نص ساعه تصفيه، ومن بعد تطيبيه مع الخضره ولا تطيبيه مع الزبده ولا تطيبيه باي طريقه نتيا تفضليها يعني في المنزل ولا ولادك كيفاش يفضلوها. وايضا حاجه هايله لو كان نولوا نعوضوا الروز وندخلوا البرغل تاع القمح، راهو موجود في النظام وموجود وحنا نتغافلنا عليه ونسيناه. بزاف ناس مازال ما تعرفوش. حاولوا تدخلوا البرغل في الاكل تاعكم في مكان الرز، يعني تاكلوا خطره هكذا خضر باش تنوعوا. والبرغل يجي كيما نقولوا حنايا يجي احسن من الرز يعني في القيمه الغذائيه تاعو. هنا بالنسبه تكلمتكم على كامل انواع كيف واش هي الحاجات اللي تقدروا، حتى صلصات السلطه تقدري ديرها بالزيت زيتون، الخردل، الثوم، ماشي لازم تحطي المايونيز باش تحطي صلصات. ديري صلصات تحاولي انت بالياغورت الطبيعي بجبن الريجيم، ديري صلصات لولادك تعمري لهم في الطاكوس تاعهم، تعمري لهم في الخبز تاعهم، ماشي لازم ديروا صلصات بدهون، ولا الا درتي مايونيز ولا ديريه بزيت زيتون ولا ديريه بدهن صحي. ايضا بالنسبه للكسره والمخبوزات وكل ما يعني المعجنات المنزل، عندي بزاف وصفات في القناه نتاعي
اهم حاجه حاولوا تنحوا الفرينه من المخبوزات تاع. ارجعوا لجدادنا، لو كان تلاحظوا باللي جداتنا بكري كانوا يستعملوا السميد والشعير، الفرينه ما كانوش يستعملوها وما كانتش موجوده، ولهذا كانوا اصحاء. عكس الان انه ولينا كل انواع المخبوزات تلقايها طلعت دير وصفه في قناه تقول لك ارواحوا دير لكم وصفه في 10 دقائق بلا عجن، بعد كي تدخلي تلقايها وصفه حولت وصفه صحيه بكل بساطه ورجعتها بالفرينه البيضاء غير باش ما تعجنيش، تاكلي حاجه تضرك غير على جات ما تعجنيش. هذا منطق خطا وانا ارفضه. يعني نرجعوا ندخلوا السميد. واقع السميد على الجسم تاعنا ماشي كامل كما واقع الفرينه. الفرينه كارثه. الفرينه اذا تخلطت مع السميد والسكر، اي حاجه تخدميها بهاد 3 الاشياء مخلطين مع بعضهم فهي حاجه مضره للجسم. 3 اشياء لازم تقلي من خلطهم: الفرينه البيضاء، السكر الابيض، وزيت المائده ولا زيت سانغو. هادو 3 حاولي تقلي من خلطهم مع بعضهم، لانه اي حاجه راح تعمليها بهم راح تعمليها راهي مضره جدا جدا. جيتي تخدمي محاجب ما تخدميش سميد وفرينه. حتى الا قدرتي تخلطي سميد القمح مع السميد العادي احسن، ما قدرتيش تروحي على الاقل ديري غير بالسميد تعجنيه وديري بالبصل والطماطيش والحار كيما نديرو حنا المحاجب، وتفتحيهم شويه زبده وزيت الزيتون وتاكلي حبيبه تاع المحاجب تاعك مع وليداتك، تعطي لهم حاجه مفيده. حاولوا تقلوا. مانيش على بالي صعب جدا انك نقول لك احد في الفرينه البيضاء من اكلك، احد في كي تجي الضغط عليك احد في حدا هنا حد تستصعبي الامر وتقولي مستحيل نقدر. لكن صدقوني كي تبدي على الاقل تخلطي الفرينه البيضاء مع الفرينه الكامله بالتدرج، تخلطي لولادك تخلطي حتى توصلي لمرحله تولي تستعملي غير الفرينه الكامله لولادك والشعير والقمح كلش بالتدرج. كنتي تعملي 2 كيسان فرينه بيضاء تولي تعملي كاس منها وكاس منها. صدقوني هذه هي الطريقه اللي خدمت بها انا مع عائلتي. ومن بعد تولي تنقصي حتى تلقاي ولادك تعودوا على هذاك الاكل الاسمر ولاو يفضلوه وتنقصي من الفرينه البيضاء الى ان تحد فيها عباك لو كانت تحذفوا الفرينه البيضاء من الاكل والسكر الابيض تكونوا حققتوا. حتى كنت تخدمي بهم في زوج. يعني مثال جيتي خدمتي كيكه خدمتي كعكه لولادك، مسكوتشو لولادك، الكيله تاع السكر اللي الموجوده تروحي تقسميها الى النصف وديري نصف الكميه تاع السكر. هنا نقصتي كميه مليحه تاع السكر وولادك باش راح يفيقوا، لانه معظم الحلويات تاعنا راهي زايد فيها كميه السكر. انت هنايا العكس. نجول للطبق تاعك كيفاش ديريه. انت طيبتي الاكل تاعك وحاولتي تصلحي كامل الاخطاء اللي كانوا فيه ودرتيه. دوكا زكي كيفاش نختار الطبق تاعي؟ الطبق تاعك جيبي طبق مع وليداتك، لازم تاكلي السلطه تاعك كاول حاجه في الوجبه تاعك، لو انه الجسم هذاك واش يعتمد عليها وراح يمتص واش كاين فيها. اذا تبداي بالسلطه تاعك تاكلي تشبعي تعمري كرشك تعمر لك تخيلي المعده تاعك راكي تقسميها الى 4 اقسام او 5. قسم حنخلو غير للماء ما نهضروش معاه. القسم الاول حنعمروه السلطه، خاص كل الخضار اللي تقدري تحطيها نيه حطيها في السلطه. القسم الثاني راح تحطي الخضار تاعك اطبخيها باي طريقه من اللي حكيت لك انا عليهم، بلا ما تكثري لها الزيوتات وبلا ما تقليها. ديريها سوب، ديري لها غراتان، ديري لها مفوره، ديريها باي طريقه، دخليها في الطبق الرئيسي تاعك. عندك البروتين تاعك، عندك البقوليات، عندنا الحمص واللوبيا والعدس، طيبيهم بطريقه صحيحه ودخليهم. عندك الخضره تاعك وعندك البروتين الحيواني اللي يفضل تاكلي دائما بروتين حيواني. بروتين نباتي يزيدوا يعززوا بعضهم. البروتين الحيواني فيه احماض امينيه، البروتين النباتي ما فيش، وهذو في زوج يكملوا بعضهم ويعطوك وجبه كامله مشبعه بدهون مفيده وخفيفه. وكي تاكليها وتكملي شربي هذاك الكاس تاع الماء مع عصير الليمون. قبل الاكل شربي كاس تاع الماء، وبعد الاكل شربي كاس ماء بعصير الليمون. من المستحسن ما تشربيش الماء في وسط الوجبه، اشربي قبله وبعده. حاولي تدخلي مخبوزات مخدومه بالشعير. كي تاكلي اهم حاجه الا كليتي الخبز ما تاكليش الكسره، ولا كليتي الكسره ما تاكليش البطاطا، ولا تاكليتي البطاطا ما تاكليش الرز. يعني في الطبق تاعك يفضل دائما اللي حبيتي تنقصي وزن، الا عندك انت الكسره فوق الطابله والرز خيري الرز وما تاكليش الكسره. خير الا عندك بطاطا وخبز ما تاكليش. الا تحوسي تنزلي وزن ما تاكليش بطاطا مع الخبز، ما تاكليش بطاطا مع الرز، ما تاكليش الرز مع الكسره. اختاري نوع واحد اللي مخدوم بالدقيق، حطيه في الصحن تاعك ايا كان، والباقي وهذا كيبقى صحن اقسمي عليه على 4 وحطي في كل جهه حاجه.
وكليها وحاولي ما تزيديش، ومضغي بالعقل، وحاولي ما تزيديش الاكل. اعطي فرصه للمعده تاعك كي تاكلي بالعقل باش تبعث اشاره للمخ وتقول له خلاص راني شبعت، دوك شويه توقف عن الاكل، خلي بلاصه الماء. ونظن الدين تاعنا الاسلامي ينصحنا بان نقسموا المعده تاعنا وناكلوا كما يقولوا بالعقل، ونستبنوا الماكله تاعنا. الاكل كي يكون بالعقل صدقيني تستبنيه على احسن، وما تاكليش امام التلفاز، وتاكلي مع العائله تاعك. وكما قلت لكم تولفي ولادك ايضا انهم ياكلوا هذاك الاكل. اهم حاجه انك تاخذي الوجبه تاعك كامله، خاصه وجبه الغداء حتكون منوعه وكامله. صومي بعدها 5 ساعات على الاقل قبل ما تروحي للوجبه اللي بعدها. يعني ماشي تاكلي ساعتين تولي تنقرشي، وقبلها لا وبعدها لا. يعني قبلها ما تنقرشيش وبعدها ما تنقريش. الماكله هذيك اللي بين الوجبات راه هي اللي تهلك الانسان، ماشي الوجبات الرئيسيه، خاصه الا عرفنا نختاروا هذوك الوجبات الرئيسيه. حاولي ديري هذا التغيير في حياتك، وتبداي تبدلي في الاشياء البسيطه ليك ولعائلتك، وراح تلاحظي انه حتى في الجسم تاعك حتولي خفيفه، نفسيتك راح ترتاح، لانك عارفه بلي راكي ماشيه في الطريق الصحيح. فهمتوني؟ يعني كي تكوني ديري في قواعد وتشوفي باللي راكي ديري في حاجات تنفعك تنفع عائلتك، وباللي راكي وليتي تدخلي حوايج ما كنتي ناسيتهم وكنتي هاملتهم، مع شويه حركه وشويه رياضه، صدقوني التغيير يبدا بدرجه. ابداي لي درجه واحده، حطي رجلك عليها وقولي من غدوه لازم ندير بعض هذه النصائح، وراح تلقاو الحاجه ماهيش صعيبه كما راكم متصورين. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو تاع اليوم، وبداو التغيير، وحطوا لي تعليقاتكم وقولوا لي وش هما الحاجات اللي تحبوني نعاونكم فيهم، والانواع تاع لي فيديو اللي يعني نتكلم لكم فيها، وان شاء الله نجاوبكم على كامل تساؤلات تاعكم. الى اللقاء.